ايش سبب التعادل اليوم؟ والله يا أخي ما في حظ، والمدرب كمان التغييرات ما كانت سريعة، ما هي مكتوبة. غيابات العكاشي والكهرباء اثرت معنا. أثرت والله أثرت، لكن إن شاء الله نعوضها بإذن الله. تأثير الغياب اللاعبين الأجانب، وفي الشوط الثاني كان المستوى سيء، وصراحة سييرا ما تفاعل مع المباراة، حتى تغييراته كانت متأخرة وغير مناسبة. بعد الله المستعان، إن شاء الله خير بغيرها. ضيعناها بيدنا. مباراة مرة كانت سهلة، مباراة من البداية المفروض ندخل بقوة، المفروض نسجل، ما نضيع فرص، تجانس ما في. الحقيقة المحترفين اليوم غيابهم كان مرة مؤثر. ما أدري، بالطريقة هذه مستحيل راح تجيب الدوري. أنت ضيعت نقطتين يعني مرة سهلة كانت. والله أسباب أحملها اللاعبين والتحكيم. صراحة أنا ما أدري إلى متى التحكيم بيقعد معنا. حكم الساحة متحامل علينا بشكل كبير، يعني إيش باقي أكثر من كذا؟ هذا اللي أنا شفته في الملعب، بلنتيين وكروت حمراء المفروض تطلع وما طلعت. إيش باقي؟ إيش يبغى؟ والله تعادل تعمل خسارة. ايش الاسباب؟ اللعيبة الأجانب ما هم فيه، والحكم ما قصر زي كل مرة كالعادة، يعني ما في شيء جديد. بلنتيات ما يحسبها، متحامل على لعيبة الاتحاد. كل الظروف جت ضد الاتحاد اليوم. تعادل طعم الخساره، فرق 5 نقاط على الهلال، بس لسه بدري، ان شاء الله الرجال يجيبوها من الملعب. اسباب التعادل اليوم رايي ان اللاعب ما كانوا جادين، الغامدي ما كان في المستوى، المدرب كان المفروض يبدل من بدري. بين فريقا على فريقا بدون جانب، والله ولا شيء. شوفه عبد الرحمن بالله سلم مدرب اللياقه، يقول كم وزنه. اول حاجه غياب الثلاثي، كهرباء، عكايشي، فهد الانصاري، غيابهم كان مؤثر. المدرب في نقطة عتب على المدرب، انه بدأ يحرك الدكة، ينزل يعني بدأ يحرك الفريق من الدقيقة 80. حتى لو انت 1-0 نتيجة ما هي مضمونة، الفريق ممكن يرجع في اي وقت. والله نقص الفريق، يعني في عندك كهرباء وعكاشي موجود، الانصاري عمل فرق، والله عمل فرق في النص مرة كبير. تحس الفريق مو والف على التشكيلة اللي نزلوا فيها اليوم. سبب الخسارة كان التحكيم، هذا من منظور المباراة صار بكل اختصار. غياب الثلاثي ما اثر اليوم؟ اكيد طبعا، كهرباء لاعب كبير واللاعبين الثانيين مسوين فرق في الفريق. يعني اسباب التعادل طبعا ما عندك خط الهجوم كله ما هو موجود. الكهرباء، العكايشي، عندك فهد الانصاري، كلهم دول عملوا تأثير كبير في الفريق، بالاضافة الى الحكم كان سيء جدا. حكم ظلمنا والله. غياب الثلاثي ما اثر؟ عكاشي، كهرباء اثر، بس الحكم برضه اثر كثير. الحكم بلنتين ما حسب الحكم. لا ان شاء الله الاتحاد بخير باذن الله، ما دام حاتم باشا موجود الاتحاد بخير. والله احنا لعبنا، لكن ما نقول كل شيء التحكيم، لكن باذن الله انه راح يرجع الاتحاد. واتمنى رسالتي هذه لآل الشيخ، للداعمين، منصور، اتمنى انكم ترجعوا زي ما قال ابو حمود. نبغى الاتحاد، نبغى الادارات السابقه ترجع، نبغى الاتحاد يرجع باذن الله انه راح نرجع باذن